السلام عليكم متتبعي قناة شيوات حنان الطفاوي، مرحبا بكم. اليوم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم بإذن الله غادي نشارك معكم السلو أو السوف المغربي بمناسبة رمضان الكريم. الله يدخلوا علينا وعليكم يا ربي بالصحة والسلامة يا ربي وطول العمر. بالنسبة لهذا السلو راه ديال الدقيق ديال الشعير، صحي أكثر من رائع، طبيعي مليون في المئة، ما فيه لا سكر لا زبدة ولا زيت ولا دقيق أبيض، بدون قلي، كلشي في الفران وكيجي خطير وكيجي زوين بزاف. غير تبعوا المقادير البنات وان شاء الله باذن الله راه غادي يعجبكم وغادي ينال الاستحسان ديالكم. ولا عجبكم ما تنسونيش من الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبارطاجيوها مع حبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. وبلا ما نطول عليكم دابا غندوز باش نعطيكم مكونات والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركة الله. هنايا عندي الدقيق ديال الشعير البنات، خديته بالنخاله ديالو، خديته من الطاحونه. هذا خديت فيه كيلو ونص كيف راكم تشوفوا معايا، الاول كيلو والثاني عندي نص كيلو. صافي من بعد هنا كنجيب واحد الاناء او قصعه كيف راكم تشوفوا معايا، وكنجيب هذا الغربال اللي كيكونوا العيون ديالو رقاق، ضروري ما كنغربلوه كيف راكم تشوفوا معايا. بالنسبه لهاد السلو ديال الدقيق ديال الشعير البنات راه صحي وزوين بزاف، راه غير جربوه غادي ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للنخاله كيف راكم تشوفوا معايا، هذه غادي نحيدها وانا غادي نستمر هكا كيف راكم تشوفوا معايا حتى كنحيد هذيك النخاله من الفوق. ومن بعد البنات كتبقى ليا ديك البلبوله الرقيقه، راكم غادي تشوفوها معايا. هاد النخاله البنات ما كنديروا بها حتى حاجه، مي البلبوله يعني يمكن لينا نديروا بها الحسوه ديال الشعير او الحريشه البنات، او كنقرصوا بها الخبز ديالنا. انا غنستمر هكا كيف راكم تشوفوا معايا البنات، ومن بعد راه غادي نعاود نغربلو جوج مرات. هانتوما شوفوا معايا هنا كنوريكم هذيك البلبوله اللي عطاتني الرقيقه. هذه صافي البنات كيف كتشوفوا معايا النخاله يعني ما عندنا بها غارات. وبالنسبه للبلبوله راه ضروري كنحتاجوها. هنايا شوفوا معايا الدقيق ديال الشعير. من بعد هنا كيف قلت لكم انا راه كنعاود نغربلو جوج مرات، وغادي تشوفوا معايا باقا شويه ديال النخاله. غير جربوا هاد الدقيق ديال الشعير البنات راه كيجي زوين بزاف. كي قلت لكم انا راه ديجا مشاركه معكم السلو ديال القمح وبزاف الحوايج مشاركه معكم بالقناه ديالي، ولكن الدقيق ديال الشعير البنات راه اول مره نشاركه معكم. وريتكم البنات هنا الغربال، هاد الغربال اللي كيكونوا البنات العيون ديالو رقاق بزاف بزاف بزاف، اللي كنغربلو به بحال الدقيق ديال الفينو او الدقيق الابيض. ضروري ما كيكونوا هكا العيون ديالو باش ما كدوش لينا شي حاجه البنات ديال ديك النخاله ديال الشعير. انا غنستمر هكا من بعد ما غادي نغربلو مزيان. ومن بعد البنات ما غادي نغربلو. هادشي راه ضروري خاصكم البنات ديروه قبل، يعني قبل ما كنوجدوا البنات التحمار وداك الشيء، يعني كنديروه يعني نهار قبل باش كنحيدوا علينا داك الشيء. ما كنشرو الجنجله وداك الشيء كنغسلو كنديرو معاه حتى هاد الدقيق كنوجدوه باش نهار كنبغي كنحمرو كل شيء يعني في دفعه واحده. هنا كنوريكم البنات الدقيق ديال الشعير صافي هنايا غربلته جوج مرات، وهنايا غندوز ان شاء الله باذن الله. هنا وريتكم البنات هاد النخاله صافي ما عندي ما ندير بها. وهذيك البلبوله ديال الشعير كي قلت لكم ها هي اللي وريتكم الاولى، هذه هي النخاله. وهنايا من بعد ما ساليت الدقيق ديالي ديال الشعير، من بعد ما غربلته مزيان، هنا نتوما شوفوا معايا النار كتكون مهيله. وجبت هنا واحد الطنجره ديال الضغط ديال الميمه ديالي، الله يرحمها يا ربي ونور قبرها في هذا النهار يا رب. هذه راه ديال 8 لتر البنات. هادو راه دوك الطنجرات الاولين، دوك الثقال راه ماشي هادو البنات اللي ماشي هادو اللي كنستعملوا دابا، هادو ديال الانوكس، هادو راه زوينين. صافي البنات خليتها دات ليا المده باش حمرت الدقيق ديال الشعير. خد ليا ما بين 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. وكنجيب واحد السلافه هكا البنات وكندير شويه ديال زيت الزيتون وكنشوف لا كان اللون صافي تحمر ليا. هنا صافي البنات راه تحمر ليا صافي. هنايا غادي نحيدو وكذلك غادي ندوز. هنا البنات غادي نحطو هنايا في واحد الاناء، وهنا غندوز نفس الطنجره غادي ندير فيها هذا الجنجلان بلدي. خديت من البنات كيلو هذا، من بعد ما جبته وغسلته وطلعته للشمس هكا شويه، ومن بعد البنات نقيته وصافي كنحمرو. ضروري من الجنجلان البلدي هو احسن اللي كيجي في السلو.
صافي ها نتوما شوفوا معايا كنحمروا. ملي كنسمعوا البنات كيطرطق شويه صافي كنحيدو. عندي هنايا نص كيلو ديال الإلال كذلك حتى هو نقيتو كيف راكم تشوفوا معايا البنات مزيان. كنقوا مزيان البنات صافي حتى هو حمرته. بالنسبه للنافع وحبه الحلاوه عندي منها 5 دراهم 5 دراهم. مي ما كنحمروش كنصهدو يعني ما كاملاش واحد دقيقه جوج دقائق صافي البنات وكنحيدو. وكندوز نفس الطريقه كنديرها لحبه الحلاوه غادي تشوفوها معايا البنات كذلك حتى هي من بعد ما جبتها ونقيتها ومسحتها كنخليها حتى دقيقه جوج دقائق ما كنحمروهاش. بالنسبه للبنات المبتدئات راه ما كنغسلوش النافع البنات لحبه الحلاوه. وهنايا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو البلدي. من بعد ما كنجيبو كنمسحو البنات وكنقيه حتى هو كذلك. ومن بعد كندير واحد القطيره البنات شويه ما كنكثرش ديال زيت زيتون هذه اختياريه. بغيتي ديروها ديروها ما بغيتوش بلاش لانه انا كنت محتاجه دغيا تحمر ليا كنت زربانه. صافي هادشي كامل البنات غادي ندخلو الفران غادي تحمر ليا على نار مهيله. ومن بعد هنا عندي هاد اللوز البنات هذا ديال البلاد دابا نوريكم. غير الاخت ديالي اللي كانت هرستو ليا كانت كتهرسو ماما الله يرحمها انا ما كنعرفش نهائيا. ولكن البنات راه كله شوفوا كي دارت لي عليه. المهم مسكينه راه دارت اللي عليها. عندي هنا البنات كيلو ونص ديال اللوز البلي. مني كملت مشيت عبرته. صافي كذلك حتى هو كندير واحد القطيره البنات ديال زيت الزيتون. صافي وكندخلو كيف قلت لكم هذيك زيت الزيتون البنات اختياريه. عندي هنا خديت البنات هذا اللوز الرومي كذلك حتى هو من بعد ما خويت عليه الماء وفسختو ومن بعد خليته حتى نشف ليا وغادي ندير ليه واحد القطيره ديال الزيت. وهنايا عندي كذلك هذاك اللوز بلدي كذلك حتى هو اللي غادي نهرمشو غادي نديرو مع سلو صحيح. هنا البنات عندي هنايا المسكه كيف راكم تشوفوا معايا المسكه الحره. غادي نجيب المهراز ديال ماما الله يرحمها يا ربي في هذا النهار. هذا المهراز البنات راه شحال ما بقيت استعملته حتى بغيت نصاوب سلو. انا كيف قلت لكم بغيت ندير واحد الحاجه طبيعيه ما درتش السكر كلاصي مع المسكه. درت البنات شويه ديال الملحه قبيصه ديال الملحه ودقيتها في المهراز. من بعد كذلك غادي نصفيها كيف راكم غادي تشوفوا معايا وغادي نخليها على جنب. انا البنات ما كنديرش هنايا الكوزه نهائيا. من بعد ما تحمر ليا البنات تحمر ليا اللوز ديالي كيف راكم تشوفوا هذا اللوز بلدي. ومن بعد ما تحمر ليا الكاوكاو راكم غادي تشوفوا انا كاوكاو يعني كنت واحد شويه غادي نتهاون عليه كان شويه غادي يتحرق ليا. صافي من بعد هنايا غادي تشوفوا معايا البنات من بعد ما كملت. هذا عندي البنات الجنجلان الرومي حتى هو خديت فيه نص كيلو. بحال اللي عندي المقادير غادي نعطيكم. عندي كيلو ديال الجنجلان بلدي ونص كيلو ديال الجنجل الرومي. اللوز كذلك البنات عندي كيلو ونص البنات ديال اللوز بلدي. وكذلك عندي 250 غرام ديال اللوز الرومي. هذا الا انا البنات من بعد ما طحنته ضروري كنغربلوه البنات كناكد لكم الا ضروري ما كنغربلوه. بالنسبه كاوكاو البنات انا غادي نطحنوه هكا يعني بالقشور ديالو باش كيعطيني هذيك التعليكه ديالو راه كيجي خطير البنات خطير وكيجي زوين. وهذا الدقيق ديال الشعير. بالنسبه للبنات كاوكاو الا بغيتو تفسخوه يمكن لكم تفسخوها البنات انا خليته طبيعي. هنا عندي القرفه البنات حبه الحلاوه النافع. عندي المسكه المدقوقه عفوا. وعندي هنا كاس ديال زيت الزيتون فقط هو اللي غادي ندخل. وعندي العسل ديال الليمون اللي خديته البنات ب 80 درهم. وكذلك البنات راه الزيت راه دايره الثمن راه دايره 120 2400. زيت غاليه بزاف. هاد الجنجال البنات راه كيف كنوريكم غادي ندير النصف نخليه صحيح والنصف الاخر البنات غادي نهرمشو لا هو لا اللوز. انا راه كنوريكم بلدي وكنوريكم الرومي. صافي هنايا البنات كنجيب واحد الاناء كنخلط فيه كل شيء كيف راكم تشوفوا. انا عندي هاد الاناء البنات دايره فقط غير الحلوى وهذا الشيء. صافي هنا درت كاوكاو درت الشعير من بعد ما غربلته جوج مرات كناكد لكم. هنايا درت الجنجلان البلدي عندي هنا كيلو ديال الجنجلان بلدي. وهنايا عندي الدقيق ديال الشعير البنات حتى هو من بعد ما حمرته شوفوا معايا. انا هادشي كامل البنات راه غادي نخلطو وغادي نديه للسيد اللي غادي يطحنوا ليا مزيان مزيان. صافي هنا كنضيف كذلك هذاك اللوز كيف راكم تشوفوا معايا. انا ما درتش لوز بوحدو البنات طحنته ولا جنجلان ولا جمعت كلشي البنات وكيطحنوا ليا. صافي غندير انا البنات كلشي التوابل كيف راكم غتشوفوا معايا اللي عندي النافع هنا غندير منه 2 ملاعق كبار عامرين. وكذلك غندير حبه الحلاوه 2 معالق كبار كيف راكم تشوفوا معايا عامرين. وكذلك المسكه من بعد ما غربلتها حتى هي مع ديك قبيصه ديال الملحه. وكذلك هنايا غادي ندير البنات 2 ملاعق كبار ديال القرفه تكون عامره. القرفه البنات عاودت البنات غربلتها كيف راكم تشوفوا معايا. ضروري ما كنغربلها شوفوا معايا راه كيبقاو لينا ضروري خاص اللو ديالنا يجينا هو داك البنات ما نزربوش فيه. صافي من بعد ما غربلت هذيك القرفه كيف قلت لكم 2 ملاعق. من بعد هنايا
غادي نضيف واحد الكاس ديال زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون البنات انا ما سخنتها ما حتى شي حاجه، واللي كيقولوا كتعطي الريحه راه ما كتعطيش الريحه نهائيا. ماشي الانسان كيقوم سلو ديالو وفي الاخر البنات كضربوه في الزيرو، كديروا الزبده ولا كديروا البنات زيت نباتيه. انا ما عمر ماما الله يرحمها دارت زيت نباتيه، من نهار عقلت على راسي ديما حنا كنديروا زيت زيتون البنات، لان سلو كيكون البنات خاص يكون مقوم يكون طبيعي بلا ما ندخلوا ليه هادشي ديال السكر كلاصي البنات. وهادشي احسن كنفضل انا كنديروا البنات العسل ديال الحر. هنا راه درت كاس ديال العسل ديال الحر، ومن بعد غادي نخلط كلشي كيف راكم تشوفوا معايا. بالنسبه للعسل البنات انا راه خدا ليا 2 كيسان ونصف ديال العسل. ودابا تشوفوا معايا راه كيجي معلك وكيجي خطير وكيجي زوين بزاف. غير جربوا هاد السلو ديال الشعير راه غادي ينال الاعجاب ديالكم، وكيف قلت لكم الاستحسان ديالكم. صافي هنايا من بعد هانتوما هذا العسل اللي بقى ليا البنات. من بعد غادي نجيب واحد، هذا خديت حتى الدغموس البنات من عنده، هذا خلاه ليا 75 دغموس. والعسل ديال الليمون خلاه ليا البنات كي قلت لكم 80 درهم. من بعد انا هذاك الدغموسي خليته البنات راه ما غنديروش في السلو. جبت واحد السطل ديال الحلوى كيف راكم تشوفوا معايا. من بعد ما كنغسلوه وكنمسحوه. وهنايا البنات غادي نوريكم. غادي نطحن هادشي باش مني غادي نجي عفوا غادي نطحن داك السلو غادي نلقى هادشي موجود. هنا خديت داك اللوز اللي كان بقى ليا البنات بلدي كيف قلت لكم درت كيلو، وهذا غادي نقسمو نص كيلو البنات غادي نديرو كذلك حتى هو مهرمش. وبالنسبه لهاد الهاشوار والله العظيم البنات راه زوينه، اللي ما عندها شي تاخذها. انا راه عندي 4 سنين دابا نفعاتني هاد الهاشوار. بالنسبه كذلك غادي ندوز للجنجلان الرومي. غادي ندير النصف غادي نطحنو والنصف غادي نخليه صحيح كيف راكم تشوفوا معايا. ضروري البنات حتى هو ما كنهربشو، وضروري ما كنخلوه باش كنحسوا بداك السلو ديالنا. كاينه واحد القرميشه زوينه فيه. بالنسبه لهاد السلو البنات راه صحيح حتى البنات اللي عندهم القولون العصبيه البنات غير جربوا البنات هاد السلو غادي ينال الاعجاب ديالكم. من بعد ما كملت كيف راكم تشوفوا معايا اللي هرمشتو واللي خليته صحيح. هنايا البنات مشيت خديت السل ديالي وديتو للسيد اللي كيطحن سلو كامل البنات. انا ما طحنش لا لوز بوحدو لا جنجلان لا حتى شي حاجه، جمعت كلشي البنات وديتو عنده. راه كيجي خطير البنات. وانا كنبقى نقلب هكا باليد ديالي عنده نيت كنشوف واش تعلق ولا ما تعلقش. المهم انا راه طحن لي هادشي كامل غير ب 10 دراهم. راه كنشارك معكم كلشي البنات. بالنسبه للسلو هانتوما صافي من بعد البنات راه جاني كله معلق وما نقولش لكم. هنايا غنجي للدار وغادي نضيف عليه كذلك البنات هذاك الجنجله اللي صحيح والجنجله اللي هرمشت، وكذلك البنات داك اللوز كذلك حتى هو اللي هرمشته، وكذلك داك اللوز البنات اللي كنت سلقت وتا هو دخلته للفران. انا كي قلت لكم راه كلشي درتو في الفران عفوا. هنايا كذلك غادي نضيف كيف قلت لكم العسل. راه خدا ليا 2 كيسان ونصف ديال العسل ديال الليمون البنات راه كيدير 80 درهم كيف قلت لكم. صافي هنايا من بعد غادي نبقى نخلط كلشي. يعني كندير لكم مزيان البنات راه تيجي خطير بزاف ما نقولش لكم. والله العظيم غير جربوها البنات ودعوا ليا مع مامتي بالرحمه يا ربي والمغفره يا ربي. ولا عجبكم البنات هذا الفيديو ما تنسونيش من الاشتراك عفوا في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبارطاجيوها مع حبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. هنايا صافي البنات شوفوا معايا راه كيجي كله معلق. هانتوما هنايا انا خليته ليله كامله عاد الغد ليها البنات زينتو هكا على حساب اي وحده على حساب الزين ديالها. هنايا زينتو انا هكا في داك المول مربع، ومن بعد زينتو في هذا المول ديال الكرانيت. وكنبقى لي داك اللوز البنات المهرمش من بعد حتى هو زدتو. وهذاك اللوز البنات اللي كان شاط ليا داك اللوز ديال اللي كنت غير فسخت هكا ودخلته الفران حتى هو كذلك زينته هكا تا هو هرمشتو به ودرتو من الجوانب. راه كيجي هاد السلو كيجي خطير وكيجي معلك ما نقولش لكم. يا سلام عليه راه احسن سلو البنات غادي تجربوه هو هذا. الانسان يحاول يتفادى هادشي ديال الدقيق الابيض البنات وهادشي ديال زيت النباتيه والزبده وهادشي راه ماشي صحه البنات نهائيا. ولا اللي كيقلوا داك الدقيق في الزيت راه غير صحي. جربوا هاد السلو ديال قناه شيوات حنان الطفاوي وغادي ينال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. وغادي نقول لكم رمضان مبارك كريم والسلام عليكم.